بصوا يا حبايبي هنعمله افكار كده حلوه للمخبوزات، برضو اقتصاديه وحلوه. هجيب 6 كوبايات دقيق، احط معاهم معلقتين لبن بودر، معلقتين سكر، خميره بيره. طبعا اللي عايز يعجن بخميره فوريه يعجن، ورشه ملح ومعلقه خل كبيره ومعلقتين زيت. اقلبهم كده كويس جدا. طبعا عارفه الخميره بتاعتي كويسه، اللي مش عارف الخميره كويسه يختبرها الاول. يبقى كوبايه ونص ميه، احط معاهم 6 كوبايات دقيق، وطبعا على حسب العجين بتاعك. وانا هنا بعجن بلبن بودر، اللي مش عايز يحط ما يحطش برضو، يعني انا ساعات ما بيبقاش عندي ما بعجنش برضو، العجينه بتطلع حلوه جدا. هو اهم حاجه معلقه الخل ومعلقتين الزيت، ده بيخلوا العجينه طريه وحلوه. طبعا بقى عجيني العجينه كويس، يعني معاكي كده 7 دقايق 10 دقايق افضلي عجيني فيها. هنا العجينه بتبقى حلوه، يعني في النهايه بتلاقي ايه لقمه تعرفي تاكليها يعني. هسيبها طبعا تخمر. انا هنا مقطعه فلفل رومي ومقطعه طماطم. هعمل صدوق. هنا حطيت بهارات مشكله وفلفل اسود وحبه ملح. اقلبهم كويس. هنا انا بطعم الفلفل والطماطم لان طبعا الصدوق عندي متبهر. اقلبه كده كويس. يبقى انا بهرت الطماطم والفلفل، لان الصدوق كده كده متبهر. واحط حبه زيتون كده مخليين. طبعا الزيتون بقى اضافي، عايزه تحطي حطي. وانا كان عندي خلطه الحواوشي. انا طبيعي بحط اللحمه كده بعملها ببصله وفلفل، بتبقى زياده عندي بحط في الفريزر. احيانا كده ما يبقاش عندي اكل بطلع واعملها. بس يا حبايبي العجين كده خمر قطعته. انا بقى هفرده ايه على مطول كده شويه، لاني عايزاه مبروم يعني. طبعا احنا بس بنعمله اشكال خفيفه واقتصاديه، ومن نوع ايه يعني يوم كده بيعدي غدا بطريقه حلوه وخفيفه ومش مكلفه برضو. طبعا ربنا يرحمنا رب الغلاء كتير جدا، فعلى قد ما بنقدر بنعمله توفير شويه، بنحاول نوفره على نفسنا. بس حبيبي طبعا انا حطيت جبنه. طبعا برضو الجبنه اضافيه، بس هي بالطعم يعني اللقمه، اللي مش عايز يحطها ما يحطهوش. يعني عندك اي نوع جبنه حطي، ما عندناش ادينا خلاص بنقضي بالحاجه اللي عندنا. طبعا عندك فلفل الوان هيبقى جميل، ما كانش عندي فما حطيتش. هنا بص يا حبيبي بلفها كده. ده حطيت طبعا صدوق. هنا هحط لحمه. طبعا اللحمه دي عاملاها بصلتين كبار وقرن فلفل، وحاطه خلطه الحواوشي. فانا بعمل برضو كميات كده واحطها في الفريزر، يوم كده ما عنديش حاجه فبطلع اعملها، بس بتبقى جميله جدا. بس يا حبيبي بحط برضو الجبنه. هنا بقى انا ما حطيتش الزيتون، حاطه طبعا الزيتون. انا عليه في رق لحمه زيتون صدوق، فالاتنين هيبقوا مطعمين بعض يعني. بس يا حبيبي الشكل كده. طبعا لما تيجي تقطعيها هتلاقي نفسك ايه بتاكلي من الاتنين. طريقه حلوه جديده وطبعا اقتصاديه جدا. يعني 6 كوبايات عملوا معايا كميه حلوه، وفضل كمان من الحشو. بس يا حبيبي عملت طبعا صينيه وهعمل صاج. رايكم جميله جدا. انا حطيت بقى معلقتين عسل اسود عليهم حبه ميه، وعملت الوش وحطيت عليهم حبه سمسم. طبعا عايزه تحطي بيض حطي، احنا هنا طبعا بنعمله حاجات موفره. عايزه تحطي معلقتين لبن بقى، معلقه ميه مع معلقه سكر. هنا بقى الوش ممكن نشكليه براحتنا يعني. طبعا الريحه بقى مش عاوزه اوصف لكم، جميله جدا والجبنه سايحه صراحه تحفه، والريحه ما اقولكوش. بالف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله.